السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ربع كيلو لحمة مفرومة هنعمل بسطرمة قد كده. ربع كيلو لحمة هنجيب عليهم معلقتين حلبة مطحونة، الحلبة اللي احنا بنشربها دي هنطحنها. هنحط معلقة ملح ونظبط الملح، معلقة توم مفروم كبيرة، وكمان معلقة كمون زي ما احنا شايفين كده، ومعلقة كزبرة ناشفة، وكمان هنحط معلقتين بابريكا علشان تعزز اللون. عايزة تحطي نقطتين لون احمر اللي هي بتاعة الطعام حطي، بس طبعا احنا اللي هناكلها في البيت فما فيش داعي نحط حاجات خارجية يعني. همسك بقى اللحمه المفرومه، دول على فكره اقل من ربع كيلو كمان. همسك بقى اللحمه وهعجنها زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان هي تدخل في بعضها بالتوابل بكله. التجربه ناجحه جدا، انا حقيقي انبهرت. البسطرمه غاليه جدا في السوق، فانا خدت التجربه دي وصدقوني هتعجبكم. همسك بقى اللحمه المفرومه بعد ما قلبت كل التوابل عليها، هديها بقى ضربه كده في الكبه بحيث انها تتعجن وتبقى كتله واحده، تعمل فتل كده. انا عايزاها تعمل فتل زي العجينه. هضربها بقى في الكبه لحد لما تلف كده كتله واحده، وهطلعها بقى من الكبه بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. ما تنسيش زي ما احنا متفقين وانتي بتعملي حاجتك تصلي على الرسول وتستغفري وتسبحي الله طول ما انتي واقفه في المطبخ، وكمان تقري لإلاف قريش عشان ربنا يبارك كل اللي انتي بتعمليه. همسك بقى نص الكميه كده وهحطها في كيس من بتاع اللبن، اللي هو الكيس اللي بنحفظ فيه الاكل ده. الكيس ده بياخد 2 كيلو لبن فكبير يعني. بصوا بقى نص الكميه دي هتعمل قد ايه. هفردها بقى بالنشابة كده، اخليها سمكها رقيق جدا زي سمك البسطرمة اللي احنا بنشتريها من السوق. صدقوني التجربة تستاهل ان انتوا تخدوها. تجربة ناجحة جدا، عجبتني جدا، ريحتها كانت فظيعة كأني فعلا شارية بسطرمة بجد. هفضل افرد بيها كده فيها كده بالنشابة لحد لما تبقى رقيقة جدا جدا. بصوا نص الكمية مليت لي نص الكيس. هفرد فيها كده بالراحة، هخليها متساوية جدا زي ما احنا شايفين، وبسكينة بقى وهحدد المربعات اللي احنا هناخدها اثناء ما احنا بنعمل البيض بيها زي ما احنا شايفين كده. هحدد بس كده علشان لما تيجي تقطعيها تبقى سهلة معاكي. دي نص الكمية، ادي الكيس الاول. النص التاني هعمل الكيس التاني زي ما احنا شايفين كده، برضو هفردها بنفس الطريقة. الفكرة عجبتني جدا، شفتها على النت وقلت هجرب في اقل من ربع كيلو لحمة مفرومة. حقيقي التجربة نجحت جدا، ريحتها فظيعة، طعمها تحفة، والولاد ما كانوش مصدقين فعلا ان دي انا عاملاها في البيت. طعمها في البيض مش بتبان طبعا كأنها بسطرمة. طبعا اللحمة المفرومة بتستوي الأول، وهي عشان رقيقة فما بتاخدش سوا في السمنة قبل ما تعملي البيض. بصوا أقل من ربع كيلو لحمة عملوا لي الكمية دي كلها. طبعا احنا لما بنيجي نعمل بيضتين أو 3 مش هتاخدي الكيس كله، هتاخدي كام حتة كده تديها طعم وريحة، فريحته فظيعة، ريحتها فظيعة. ده الكيس التاني. قبل ما تستخدميها بقى لازم تدخليها الفريزر حوالي 3-4 ساعات، يعني لازم تطلعيها مجمدة علشان تعرفي تقطعيها كده. انا دخلتها الفريزر طلعتها هو تاني يوم او بعدها ب3-4 ساعات تقريبا. تعالوا نجرب بقى. حته سمنه بلدي كده، وهمسك بقى ايه كام حته كده من البسطرمه اللي انا عاملاها. بصوا انا طمعت، انا حطيت 3-4 حتت، لقيت نفسي باخد من كتر ريحتها الجميله، وفعلا انبهرت حرفيا من النتيجه. نتيجتها رائعه، تستاهل التجربه. هحمر بقى اللحمه المفرومه كده او البسطرمه بتاعتي، هحمرها في السمنه لغايه لما تستوي، وهي هتستوي معاكي بسرعه جدا على فكره، يعني نفس الوقت اللي بتستوي فيه البسطرمه. انا طمعت بقى حطيت شويه كده وبعدين رجعت حطيت تاني. بصوا ريحتها فظيعه، ريحتها قلبت البيت، قلبت المطبخ، تستاهل التجربه. هحمرها كده لحد لما تستوي ولونها يتغير، وبعدين انزل عليها بالبيض بتاعي. طعمها تحفه جميله، ريحتها حلوه، ادتني نتيجه رائعه زي البسطرمه اللي بنشتريها من بره. صلي على الرسول واستغفري، وما تنسوش تدعوا لولادنا في الثانويه العامه ربنا ينجحهم يا رب ويكبر بخاطرهم جبرا يليق بعظمته. حبه فلفل اسود بقى كده، وظبطي ملح، هي كده كده عليها ملح، ممكن ما تحطيش ملح بس برضو ظبطي الملح كده رشه بسيطه. وبصوا بقى الريحه فظيعه فظيعه فظيعه. اعملي كل حاجه في البيت، مش كل حاجه نشتريها من بره، طالما الحاجه غاليه علينا تستاهل ان احنا نعملها في البيت.
بصوا الجمال، رائعة تستاهل التجربة. جربيها وما تجربيش في كمية، يعني جربي في كمية صغيرة زي ما انا جربتها كده. لو عجبتك الطريقة ادعيلي دعوة حلوة، وسلام.